تخيل معايا في يوم هتصحى من النوم تبص في موبايلك ومفيش ماما بتتصل. تنزل من بيتك ومفيش بابا قاعد في الصالة يقرأ جورنال. مش كأنهم خرجوا، لأ، علشان مشيوا ومش راجعين. ساعتها كل كلمة ما اتقالتش وكل حضن ما اتاخدش وكل لحظة ما اتعاشتش هتبقى وجع في قلبك ليوم الدين ملوش دواء. قبل ما اليوم ده يجي بالله عليك لا تفوق. في حاجات في حياتنا ما بنعرفش نقدرها غير لما تضيع. في حاجات بنأجلها لبكرة ما فيهاش تأجيل. أحيانا بنقول لما أفضى لحاجات ملهاش في حياتنا بديل. في حاجات لما بنتأخر فيها بتروح منا وما بترجعش. أغلى حاجة ممكن تخسرها في الدنيا والله حضن أمك وإياه صوت أبوك. الأب والأم مش موجودين دايما ومش دايما بنفهم قيمتهم وهم حوالينا. إحنا بنتولد وهم بيكبروا. إحنا بنجري على مستقبلنا وهم بيتاكلوا في هدوء في الخلفية. مكالمة بسيطة، حضن صغير، كلمة بحبك يا أمي، دول مش رفاهية، دول والله واجب علينا كلنا وأمانة في رقبتنا. لأن الوقت مش بيدوم، ولما يختفوا فجأة هتحس إن الدنيا سكتت من حواليك ومن جواك قبلها. في يوم هتدخل البيت يكون ساكت بدون روحهم، حزين مكسور، سرير أمك وسبحتها وكرسي أبوك اللي في الصالة، حاجات عينك ما كانتش بتشوفها شافتها الوقت. موبايلك ما عادش بينور بأساميهم. كلنا جربنا مرار الفقد، بس فقدان الأب والأم وجع ملوش بديل ولا عزاء كافي. فوق وافهم، احنا لما اتولدنا هم كانوا بيكبروا، واحنا بنخطط لبكرة العمر كان بينهش في روحهم وعينينا مش شايفاهم. واحنا بنجري نحقق نفسينا هم بيستنونا بكلمة، بحضن، بنظرة. مين فينا بيرجع ويبص وراه؟ هما بقى وبقى هناك في الكادر المعتم، عينهم بتحاوط روحك بإيديهم. في وسط الجري ورا شغلك وأحلامك وطموحاتك وأيامك مفيش حاجة اسمها أنا مشغول عن أمي ولا هكلم أبويا بعدين. في وقت بيجي بعدين فيه ما عادش ليها وجود. بس الخبر الحلو، هم لو لسه موجودين حواليك لسه عندك فرصة ولسه في أمل. قوم دلوقتي، دلوقتي كلمهم، روح لهم، احضنهم، اسمع حكاياتهم، شوف ايه تعبهم، ضحي علشانهم حبة. الكلمة الحلوة ليهم أجمل إنجاز تعمله في حياتك. السلام النفسي والطاقة والتوفيق كل ده بيبدأ من عندهم، من رضاهم. صدقني النجاح الحقيقي ما بيبدأش بتطوير الذات ولا بالكورسات ولا الفلوس. النجاح الحقيقي بيبدأ من برك فيهم، من احترامك وتقديرك ليهم، من وقتك اللي خصصته عشانهم. مفيش حاجة اسمها أنا مشغول عن أمي ولا مش فاضي أزور أبويا. الناس اللي بتدور على السلام النفسي وراحة البال والطاقة وكل ده موجود في رضاهم. جرب تمسك ايد امك وتبوسها، جرب تشرب شاي ويا ابوك، تقعد وياه وتساله عن حكاويه، هتحس انك انسان تاني. انسان قبل ما يكون ناجح هيكون انسان حقيقي. اديلهم من وقتك، من حبك، من روحك. مش هتعرف تمنهم غير لما يغيبوا. الرضا مش بس في دعوة هما بيقولوها، الرضا نور بيتفتح في حياتك، طريق ربنا بيباركه حتى لو مليان خوازيق. بس يا خسارة، يا خسارة، كتير مننا مش بيصحى غير بعد فوات الأوان. بنفتكرهم في العزاء، في الصور، في صوت الرسائل القديمة، وساعتها مفيش أي كلام هيكفيك ولا أي ندم هيرجع لك لحظة كنت تقدر تبقى معاهم فيها. لو والدك أو والدتك لسه عايشين قوم دلوقتي، كلمهم وروح لهم واحضنهم. لو زعلان منهم سامحهم. لو مأجل حاجة نفذها دلوقتي. ما تقولش لما أخلص شغل هكلمهم ولا بعد ما ارتاح، لأنهم نفسهم فيك دلوقتي مش لما تفضى. افتكر، افتكر، هما مش دايمين ولا احنا كمان. خلي بالك من نفسك. سلام.